برياني دياي هندي بطريقة مختلفة، راح استخدم فيها من تباسكو وصلصة الفلفل الحارة واللي راح تعطيني طعم مميز للبرياني. نبدي بسم الله. عندي دياي منزوع الجلد وبهارات وثوم وزنجبيل وطماط وكزبر ونعناع وبصل مكرمل وروب، وراح استخدم تباسكو صلصة الفلفل الحارة، راح انكه فيها بدال الفلفل العادي. نحط المقدار اللي احنا نبيه واكيد ما ننسى الملح، ونرفع الجدر على نار عالية تقريبا ثلث ساعة. نشيل الدياي ونخلي جزء بسيط في القاع. نخلي العيش المسلوق 7 دقايق ونحط خلطة البرياني، بعدين نضيف باقي العيش. نحط منقوع الزعفران، وأيضا صبغة الزعفران تعطيني لون وايد حلو. ونحط بعد ملعقتين سمنة ونرفع على الغاز تقريبا ثلث ساعة. وهذه النتيجة النهائية، جربوا راح يعجبكم. برياني دياي هندي بطريقة مختلفة، راح استخدم فيها من تباسكو وصلصة الفلفل الحارة واللي راح تعطيني طعم مميز للبرياني. نبدي بسم الله. عندي دياي منزوع الجلد، بهارات وثوم وزنجبيل وطماط وكزبر ونعناع وبصل مكرمل وروب. راح استخدم تباسكو صلصة الفلفل الحارة، راح انكه فيها بدال الفلفل العادي. نحط المقدار اللي احنا نبيه واكيد ما ننسى الملح، ونرفع الجدر على نار عالية تقريبا ثلث ساعة. نشيل الدياي ونخلي جزء بسيط في القاع. نخلي العيش المسلوق 7 دقايق ونحط خلطة البرياني، بعدين نضيف باقي العيش. نحط منقوع الزعفران، وأيضا صبغة الزعفران تعطيني لون وايد حلو. ونحط بعد ملعقتين سمنة ونرفع على الغاز تقريبا ثلث ساعة. وهذه النتيجة النهائية، جربوا راح يعجبكم.